راموس، مارتشيلو، كريم، كرة دور مليح، كاسيميرو. هذه هي نسخة الريال الملكية، يسترجعها فيرمينو، أقوى لاعبي الهجوم في العالم على مستوى افتكاك الكرة. فيرمينو والكرة رونالدو، أرادها في التسعين كريستيانو العجيب، رونالدو الموهبة. أول فرصة للدور رونالدو لكن لم تكن ناجحة. بداية لمعان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف الهدافين. كرة لفيجنالدوم، كيني دالجليش رقم واحد في قلوب الليفر. جيمس ميلر، فيرمينو، جول! لا، اي رائعة فرقة ليفربول المهول. ريال مدريد في حالة ذهول امام المارد ليفربول. فيرمينو في المرة الأولى، أرنولد في المرة الثانية، وكيلور نافاس سيد الحراس. فريق يورجن كلوب مسيطر على الأوضاع التكتيكية، أكثر تحذيرات بدنية، لكن يبقى دائما محمد صلاح يريد المرور، ومعاه راموس. إصابة لمحمد صلاح على مستوى الكتف، وروح رياضية من راموس اللي كان في الاحتكاك الأخير مع نجم الكرة المصرية محمد صلاح. هذه الإعادة واضحة، المخالفة ضد راموس بكل أمانة، ليس لأنه عربي ودمه عربي، بل لأن الكرة تقول هنالك مخالفة. الكتف الأيسر لمحمد صلاح يتألم، لكن لا خوف على نجم الكرة المصرية. جماهير الليفر تعرف أن صلاح هو تاريخ النجاح، ولا كلام ولا سلام من فضلكم يا سادة. إذا سيستأنف اللعب الآن مشاهدينا الكرام. كاسيميرو، ليفربول يلعب ب10 لاعبين في انتظار عودة صلاح. راموس، يعود محمد صلاح للميدان وترجع له الكرة ويوصلها لشكون؟ لجيمس ميلر. طلب الكرة من ساديو ماني مع كربخال ورافائيل فاران، يعدي الاول ويمشي ماني يوزع، والكرة عند الحارس كيلور نافاس. رونالدو اول المدافعين كالعادة. فيرجيل فان دايك، برج المراقبة الهولندي لفريق الليفر. كرة طويلة والمخالفة لكيلور نافاس. هذا السيناريو يبقى مخيف على كل عشاق الليفر. يبدو أنه الكتف الأيسر لمحمد صلاح يعاني، ويورجن كلوب شوف الوجوه لليفربول خايفة. لا يمكن أن تتقبل إصابة لمحمد صلاح في هذا الدور النهائي. إن شاء الله السلامات لمحمد اللي يبكي دموع الرجال الغالية. سيناريو فاجأ كل العالم. محمد صلاح يغادر بعد نصف ساعة لعب. ألم كبير بخروج صلاح. كريم بنزيما يعطي كرة لمودريتش يحاول التصويب، ولكن التصدي الدفاعي من روبرتسون. الإصابات تتعدد في هذا الدور النهائي. الآن الدور الثاني. كارفاخال، الدموع مثلما أذرفها محمد صلاح يذرفها الآن داني كارفاخال. وناتشو هو اختيار زين الدين زيدان. تعدي الكرة لإيسكو لليمين. ناتشو الذي ليس بكارفاخال يعدي. لا، راية لكريم بنزيما. رونالدو بالراس والقناص، رايع لوريس كاريوس، وكريم في موقف متسلل. دوري ابطال اوروبا 2018 ما بين الريال مدريد وليفربول. كريم يوزع،
ناتشو، طار ناتشو في هذا المشوار على الطاير يا حبيبي، كاد أن يكون غدار. كرة لمارتشيلو، كريم بنزيما، إيسكو إلى الأمام. وين الكرة يا مارتشيلو؟ رونالدو في حالة استعداد، رونالدو يتحرك الآن، التسويب، غدار الفرنسي كريم كاد أن يكون رنيم. لحظات للنهاية مشاهدينا الكرام، أجواء جماهيرية في الملعب الأولمبي بكييف لما تحضر الجماهير الإنجليزية والإسبانية. إذا نهاية الشوط الأول مشاهدينا الكرام بصافرة ميلوراد مازيتش 0-0 بين ريال مدريد وليفربول. لكم مني أجمل تحية في انتظار العودة بكم من جديد عند ضربة بداية الشوط الثاني. رونالدو أكبر هداف في النهائيات لدوري أبطال أوروبا، 4 أهداف، يريد الخامس الغالي يريده في هذا الشوط الثاني. اللحظات الأولى في هذا الشوط الثاني، جماهير متعطشة للأهداف في هذا الدور النهائي. إذا الكرة تبدأ الآن بإيسكو بنفس النظام التكتيكي لزين زيدان. تعود الكرة لكريم اللي يتحرك لليسار اليمين، كريم يوزع، والكرة للوريس كاريوس أمام إيسكو. أرنولد راموس، هجوم هذه المرة خطير للريال، مارتشيلو والكرة إيسكو وحده على العارضة بهدية من لالانا. إيسكو على العارضة، ريال مدريد يضيع فرصة أكبر المواعيد. تصدي دفاعي من ناتشو، تعود الكرة وسط الميدان، رونالدو، إيسكو، يتحرك الريال بقوة في بداية الشوط الثاني، والكرة بعيدة على كريم، أوه! جول! شنو هذا؟ كريم ريال مدريد عنده أكبر الموعد، ليس هنالك إلا ريال مدريد صانع الفرحة وباعث العود. الفرقة الملكية بهدية ألمانية مدمرة على الإنجليز. ابكي يا حبيبي ابكي، الألماني خدعكم، هو لوريس كاريوس يقضي على أحلام الألمان، يقضي على أحلام الإنجليز. كريم بنزيما الداهية، شوف يا حبيبي، شوف غلطة بدائية ألمانية. الفريق الملكي أينما ذهب وحتى الرحال كسب الرهان مهما طال الزمان. فريق زين زيدان الليلة يكتب التاريخ بأحرف من ذهب، أول فريق في تاريخ أوروبا قد يتوج باللقب الغالي 3 مرات متتالية منذ بايرن ميونخ في 74 75 و76. ماني ساديو ماني غير لجيمس ميلنر اللي وزع، الكرة خارجة وفيرمينو في الشباك. جمهور ليفربول في حالة ذهول، كيف فيرمينو لم يقتنص هذه الكرة بهدية كذلك من فران. جيمس ميلنر في انتظار فيرجيل فان دايك ولوفرين، كرة في نقطة الجزاء وبالراس، جول فولا ليفربول. الريال في حالة ذهول أمام الأحمر. ليفربول يدمر كبير الإسبان. كرة إنجليزية نارية تحرق الفرقة الملكية. الليفر لعبه يسهر بنجومه، ماني فيرمينو يتحدى ريال مدريد. نار من السنغالي الغدار ساديو ماني.
كاسيميرو التمهيد للوكا مودريتش رونالدو في القائم الثاني. مودريتش يعدي ناتشو يوزع والتسويق من إيسكو. وهذه المرة الحراسة الألمانية لوريس كاريوس ينقذ الكرة ويعطي ركنية. كانت بيل في مكان لإيسكو ويعود الآن زين الدين زيدان إلى 4-3-3. كاسيميرو لمارتشيلو. كل لاعبي ليفربول في التوجهات الدفاعية. شنو هذا؟ شنو هذا؟ لا 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 يا باين لا حرام. شنو هذا الغرام؟ ما هذا الغرام؟ هدف عالمي، هدف خرافي من جاريث بيل. الويلزي بهدف عالمي. نار هذه الصورة. شوف أجمل كرة في المعمورة. شنو هذا؟ دار الويلزي دار باليسار جابها له جاريث بيل حطها له. هدف من أجمل أهداف التاريخ في دوري أبطال أوروبا. فيجنالدو مع التمرير لساني. ساديو على الخايم اليسارية السنغالية تصطدم بالقائم الأيسر لكيلور نافاس. يا كرة في غياب لمحمد صلاح. يعدي فيجنالدوم لأرنولد وضربة جزاء. الحكم يقول لا، هنالك ضربة جزاء أم لا؟ لمسة اليد موجودة لكن للأمانة غير متعمدة. كرة جول رونالدو. روبرتسون اسكتلندي يحرم رونالدو من 5 أهداف النهائية. روبرتسون أمام رونالدو. هذا جاريث بيل القاطرة الويلزية يعطي كرة. يا سلام التصويب على الطاير كريم، لكن كرة ملكية من جاريث بيل لكريم بنزيما. كرة طويلة لجاريث بيل رونالدو. بيل شنو هذا؟ باي ليفربول. لوريس كاريوس يقضي على أحلام كل ليفربول. هذا الحارس جاب الدمار على ليفربول وعلى المدرب يورجن كلوب. ريال مدريد بجاريث بيل ينهي المباراة النهائية بغلطة فردية ثانية للوريس كاريوس. كيف سيعاني هذا الألماني؟ كيف سيقضي الليلة؟ صاروخية من جاريث بيل وغرابة التعامل مع هذه الكرة من لوريس كاريوس. باي شدوا يا رب. جاريث بيل لولا ديغان لوفران. وين كان مخبي يا زيزو؟ قلت لك يا زين الدين يا زيدان وأنك لهذا النهائي يلزم جاريث بيل وليس إيسكو. توني كروس لرونالدو. كريستيانو رونالدو يراوغ. رونالدو ماذا يحدث هنالك رجل دخل وأراد إيقاف رونالدو. هذه الصورة تؤكد ذلك. هذا هو نهاية المباراة بتتويج ريال مدريد مشاهدينا الكرام باللقب 13 في مسيرته في تاريخه. نقول مليون مبروك لجماهير الريال للميرينجي وحظ أوفر لليفربول ويورجن كلوب. طبعا أمامنا
زين الدين زيدان يدخل التاريخ من واسع أبوابه بثلاث أدوار نهائية متتالية، 3 ألقاب قارية، على عكس لعنة النهائيات ليورجن كلوب. لوريس كاريوس لن ينام طيلة هذا الأسبوع، لا يقدر أن ينام. الدموع طبعا من جانب ليفربول، والفرحة من جانب فريق الريال باللقب ال13 والثالث المتتالي.